الفلوس من أكبر وأقوى المشاكل في الجواز، فلو انتي مش مقتنعة بالموضوع ده لازم تغيري تفكيرك. لازم تشوفي فعلا ان معظم المشاكل اللي حواليكي من الناس المتجوزين بتبقى معظمها على الفلوس. صدقيني صدقيني ما ينفعش انتي تبقي عايشة في مستوى معين ويتقدم لك حد وانتي شايفة انك بتحبيه وتقولي مش مشكلة احنا هنكبر مع بعض. لو انتي مش هتقدري تستحملي بنسبة 90% الموضوع ما تكمليش، لان فعلا دلوقتي اساسيات البيت بقت غالية. انا مش بتكلم عن الرفاهيات، الاساسيات بقت غالية. هيا يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. احنا بدأنا سلسلة ريد فلاجز الخطوبة. لو السلسلة فعلا عجباكم اكتبولي في الكومنتات. والنهاردة مشكلتنا عن الفلوس. كملوا الفيديو عشان تعرفوا حاجات اكتر وعن مشاكل واقعية بجد وكلام بيحصل في الخطوبة الناس بتعديه. اعرف بنوتة كانت متدلعة في بيت باباها جدا، اكل من بره على طول، خروجات، لبس، اي حاجة هي بتعوزها بتعملها. اتقدم لها الحد ده كان اقل منهم مستوى. اهلها وقرايبها فضلوا يقولوا لها صدقيني مش هينفع، انتي مرفهة جدا ومتدلعة. قالت لهم لا، انا بحبه، احنا هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. بس فعلا في بنات ما بتبقاش مقدرة الموضوع تقدير حقيقي، بيبقوا فاكرين ان الحياة بتبقى سهلة. لا، الحياة مش سهلة. والجواز بعد كده مش هيكون قايم على الحب بس، في حاجات كتير قوي لازم تبقي عارفة وحاسبها كويس. هتقدري تتنازلي عن ان انتي تجيبي كل يوم اكل من بره، تخرجي على طول، تبقي عايزة تسافري مثلا زي زمايلك؟ لو هتقدري تتنازلي بجد كملي، مش هتقدري وقفي. مفيش حاجة اسمها اصلا انا بحب. واوعي كمان لو فضل يوعدك ويقولك لا ده انا هشتغل، ده انا هفتح كذا، ده انا هيبقى عندي بيزنس، لو ما لقيتيش خطوات واقعية في الخطوبة فعلا اوعي تكملي. لان ممكن ده يستغلك انتي واهلك. طبعا ممكن يستغلك ويفضل يقولك هاتيلي فلوس من اهلك. طيب احنا بس نروح نتغدى عندهم، نروح نبات، نقضي الكام يوم دول عند اهلك. اوعي. من اكتر الكلام اللي بيبقى ريد فلاجز من الخطيب في الخطوبة، طيب اهلك مثلا ما يقدروش يساعدونا بكذا، عمي ما يقدرش يجيب لنا الاوضه دي في الشقه، طيب انتوا عليكوا كذا واحنا علينا كذا. ويجي بعد الخطوبه يقولك معلش انا المصاريف قلت معايا شويه، عمي ما يقدرش يجيب حاجات من اللي هو المفروض يجيبها. عريسك حاجات مثلا كان قايلك هيعملها او متفقين تعملوها زي السفر بعد الجواز، لا انا مش معايا فلوس. زي مثلا ديكورات معينة انتي كنتي عايزاها. الحاجات دي بتفرق. كل ما يفضل يتراجع عن حاجات هو قايلها لك في الخطوبة، هو كده شخص مش مسؤول وما ينفعش تكملي معاه. ولو انتي بتشتغلي اوعي 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 تبقي بتديله فلوس يقولك انا مزنوق، انا بستلف منك، احنا بقينا واحد. لا، انتوا ما بقيتوش واحد. وحتى بعد الجواز انتي كمان من حقك يبقى معاكي فلوسك. المساعدة كويسة بس الراجل مسؤول ان هو يكفي بيته. نقطة تاني تعرفي منها برضو موضوع الفلوس في الارتباط ده، بيخرجك، بيجيبلك هدايا. الخروج بره بيبقى دايما لا ما نطلبش كذا، لا مش هنقدر نجيب كذا، ولا فعلا بيبقى فيه كده فلكسبيليتي على حسب طبعا المستوى اللي انتي مختاراه. اختاري كويس لان فعلا مفيش حد هيشيل معاكي الشيلة، انتي اللي هتشيلي شيلتك. وما تبقيش برضو عبء على اهلك. كفاية نحمل على اهالينا اختياراتنا الغلط. 90% صدقيني من الناس مش بتتغير. او مش معنى ان انتي شفتي علاقة الراجل بقي فيها مثلا كان وحش وبقي كويس وبقي بيحب مراته اكتر انك تقيسي علاقتك بالعلاقة دي. لا، ما تفترضيش الخيال والواقعية الحلوة والحقيقة. لا، خليكي دايما على الارض وشوفي فعلا انتي هتقدري تعيشي مع الشخص ده بالحياة اللي هو فيها دلوقتي ولا لا. لو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتقولي لي لو الفيديو عجبك. و thank you for watching.